السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا هل تعرف الرياضية. رد الأرجنتيني دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إمكانية الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري ليخلف البرازيلي نيمار دا سيلفا. وذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن برشلونة وضع دي ماريا من بين البدلاء المحتملين لنيمار، كما أن باريس سان جيرمان قد يضطر للتخلي عن بعض لاعبيه من أجل دفع 222 مليون يورو وكسر عقد البرازيلي حتى لا يواجه أزمة مع قانون اللعب النظيف. وأشارت الصحيفة إلى أن دي ماريا يرغب في اللعب بجوار مواطنه ليونيل ميسي، ولذلك يوافق على العودة إلى الدوري الإسباني. ولعب دي ماريا لصالح ريال مدريد في الفترة بين 2010 حتى 2014 قبل الرحيل لمانشستر يونايتد الإنجليزي ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. وودع نيمار زملائه في برشلونة خلال التدريبات الصباحية تمهيدا لانتقاله إلى باريس سان جيرمان، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة لاحقا. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نيمار الذي قد أعلن عن انضمامه رسميا إلى باريس سان جيرمان بعد غدا الجمعة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي لصفقة النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الساعات القليلة المقبلة، إذ سيقوم النادي الباريزي بدفع قيمة فسخ عقده المقدرة بنحو 222 مليون يورو إلى رابطة أندية الدوري الإسباني لكرة القدم. وأثار سلوك نيمار في الأسابيع الأخيرة غضب قادة النادي الكتالوني، حيث فضل البرازيلي العرض المادي الهائل لباريس سان جيرمان على المشروع الرياضي للنادي الكتالوني، والذي يتيح له المنافسة على أبرز الألقاب القارية. وأعلن نادي برشلونة في أحد حساباته الإعلامية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن اللاعب البرازيلي أبلغ زملائه في الفريق برحيله عن النادي. وفي الأخير المرجو الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم، وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وشكرا.